أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. موضوع هذا الفيديو هذا هو متعلق ببوعلام سنصال، وهو جزائري أو فرنسي من أصل جزائري، وهو كاتب وصحفي تم اعتقاله عند دخوله للجزائر لسبب أنه صرح بأن منطقة غرب الجزائر أو المنطقة الغربية للجزائر هي كانت تابعة، وهي الأراضي المغربية تاريخيا، وتحدث على المملكة المغربية وكيف أن الاستعمار الفرنسي أخذ هذه الأراضي وضمها للجزائر. فكان هذا التصريح ديالو هو كان سبب اعتقاله وإدخاله السجن. هذه المدة ديال سنة تقريبا هو في السجن، معتقل في داخل السجون الجزائرية. وحنا كنعرفوا أن هذا الشخص، هذا الكاتب الصحفي الفرنسي، هو من عنده سن ديال أكثر من 80 سنة، ووقع عليه واحد ضجة إعلامية داخل فرنسا بأوروبا بعامتها للمطالبة بالإفراج عليه لمعرفة أن ما قاله بوعلام سنصال. سمعوا معايا هذا الفيديو هذا ومن بعد نعاودوا نتحدثوا على الموضوع. Le régime algérien est un régime militaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé le Polisario pour déstabiliser le Maroc. Le Maroc, il faut le savoir, hein, c'est le pays le plus ancien dans le monde. Le Maroc existe depuis 12 siècles. Alors, la France existe depuis 1000 ans. La France n'a pas colonisé le Maroc. Pourquoi? Mais parce que c'est un grand État. C'est facile de coloniser des petits trucs qui n'ont pas d'histoire. Mais coloniser un État, c'est très difficile. Quand la France a colonisé l'Algérie, toute la partie ouest de l'Algérie faisait partie du Maroc. Tlemcen, Oran, et même jusqu'à Mascara et tout ça, toute cette région faisait partie du royaume. Bon, la France s'installe, colonise l'Algérie, elle s'installe également au Maroc comme protectorat, et elle a décidé, comme ça, arbitrairement, de rattacher tout l'ouest de l'Algérie, du Maroc, enfin, tout ce qui est l'est du Maroc, elle a pris. Elle a tracé une frontière comme ça. Que pouvait faire le Maroc, c'est un État et tout ça, bien enfin, il n'a pas le pouvoir de... إخواني، كان هذا هو التصريح ديال بوعلام سنصال، وتحدث عن تاريخية الأراضي غرب الجزائر للمغرب، وعن تاريخ المغرب وقوة المغرب، ولماذا كان المغرب تحت الحماية، ولماذا أن الجزائر تم استعمارها بكل كان واضحا، وهو جزائري ليس بأجنبي، بل العكس، من داخل كمواطن جزائري وكاتب وعالم وأديب جزائري، كيصرح تصريح للتاريخ. هذا ما عجبش النظام الجزائري وتم اعتقاله وتم وضعه في السجن. وهنا كان خطأ كبير وقع فيه النظام الجزائري، أنه تم اعتقال هاد الشخصية هذه اللي خلقت واحد البلبلة وخلق واحد المشكل كبير مع الأوروبيين بشكل عام. حاليا رئيس ألمانيا كيطالب في رسالة رسمية إلى مجيد تبون بإطلاق سراحه، والمطالبة بإطلاق سراحه، وهذه كانت واضحة من الرئيس الألماني. وكان أنه لما تمش إطلاق سراحه فأنه تبون ممنوع أنه يدخل للأراضي الألمانية. وحنا كنعرفوا أن تبون عنده حصص ديال المعالجة، أنه كيمشي للمستشفيات الألمانية، عنده واحد سويفي، يعني الملف ديالو الصحي كيتبعوا أطباء ألمان. وهنا وضع الرئيس الألماني أنه لا، في حالة ما أنه ما تطلقش سراح بوعلام سنصال فهو ما يمكنش يدخل لألمانيا. فهناك ضغوطات حاليا واضحة من ألمانيا، من فرنسا، من العديد من الدول الأوروبية. أكيد مؤكد في الأيام المقبلة أنه يتم إطلاق بوعلام سنصال، ولكن سياسيا لا طلقت بوعلام سنصال بأن بطريقة أو بأخرى أنها كتعترف بأن ما قاله ليس بالجريمة الكبرى. وهنا كيبقى لها أن في واحد الورطة أنه لا طلقاتو
تقريبا أنها كتعترف بما قال، ولا ما تلقاتوش كتبقى في حصار سياسي من طرف الدول الأوروبية. فالأزمات وأزمات كتوالى على النظام الجزائري، هذا نظرا للسياسات ديالو الصبيانية وديال اللي ما عندها حتى أساس، ولكن أنه كيدخل الجزائر في عزلة دولية خانقة وخانقة جدا. لا طلينا على الجيران ديالو من جميع الجهات، فهو كيعرف باستثناء شيئا ما تونس، وهذا غير مؤقتا. كيبقى عندها مشاكل مع ليبيا، مع مالي، مع تشاد، مع النيجر، مع المغرب، مع جميع الجيران ديالها اللي عندها في الحدود ديالها مباشرة، وعندها أيضا مشاكل مع العديد من الدول الأوروبية والإفريقية. أوروبيا ما بقات لها حتى دولة، حتى مشاو لديك الدول الصغيرة اللي جدا غير معروفة أنها باش تاخد شيئا ما وتحاول تفك العزلة. مشات لسلوفينيا، وسلوفينيا هي براسها مشات مع الطرح المغربي وخلات شددت العزلة على الجزائر. فكيبقى هنا واحد الطرح ديال إطلاق بوعلم صلصال، هو مسألة أصبحت ضرورية ومؤكدة عن جميع الدول الأوروبية حماية لهذا الشخص، لأنه ما قال إلا رأيه ولم يرتكب جريمة ما. فحرية التعبير هي ممنوعة في الجزائر، خاصة لا مست حقيقة تاريخية، واللي الواقع التاريخي كيأكدها بالملموس بأن أراضي غرب الجزائر هي تاريخيا هي أراضي مغربية. غادي ننتظروا الأيام المقبلة وغادي نشوفوا فين غادي يوصل الملف ديال بوعلم صلصال، وأكيد وهذا اللي أنه غادي يتم إطلاق سراحه باش تفك العزلة ديال الجزائر شيئا ما، ولكن غتدخل في واحد اتجاه آخر، أن هذا الملف هذا ديال الصحراء الشرقية غيكون عنده ما بعده، وغادي يفتح هذا الملف بطرق أخرى، بتصريحات أخرى، وبتقارير وشواهد وخرائط أوروبية لتثبت أن هذه الصحراء هي صحراء مغربية. إخواني، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.